بس لعيبه شورتات سودا يعني. احمد ابو رؤوف كان لعيب تعبان يا جماعه، وكان لعيب قليل جدا. احمد ابو رؤوف كان لعيب قليل قوي. اللي اتفرج على احمد ابو رؤوف لعيب قليل جدا في نص الملعب. فتبقى لعيب قليل جدا وتطلع تمسك فريق كبير زي الزمالك، يعني هتوديه فين؟ هتوديه في داهيه. يعني انت هتودي الزمالك في داهيه، وده اللي حصل فعلا. عمل اخطاء، شكرا ليك، هي على قد امكانياتك الضعيفه. انت نزلت سيف فاروق جعفر، ده لعيب مستأنس جدا، مستأنس خالص، ما بيلعبش بقاله فترات، يعني تديله على مراحل. فشكرا ليك، دي هديه كبيره جدا. حطيته في الملعب وهو لعيب يعني ضعيف وقليل يعني مستأنس، فشكرا لاول حاجه ليك. تاني حاجه، نزلت عبد الله من اول المباراه. يعني انت اديت عبد الله من اول الماتش، وده خلاص راجل كبر في السن، اخره انك تلعبه شويه، تستفاد منه شويه، تلتايه 25 دقيقه كتير قوي. فدي كانت هديه ثانيه للنادي الاهلي. اما بالنسبه لناصر ماهر، كان محور الخطوره وانا اتكلمت عليه. انت الحمد لله كمان خدته رميته على طرفته، فضيعت الخطوره بتاعته كلها. فعندك كانت شويه حاجات عملها في الماتش ساعدتنا احنا جدا. ابتدى الماتش بتسديده من الدقيقه 8. اول تسديده عملها تريزيجيه، اول حاجه عملها بالنسبه لنا تريزيجيه الاستفتاحه كانت حلوه جدا، زاد الضغط، ولكن ما كانش عندنا تركيز. انا بقول لك دي مشكله بتقابلنا بقى لها فتره. ممكن نضغط على الفرقه اللي قدامنا، ممكن نبقى موجودين ومتواجدين جوه، لكن ما عندناش تركيز نخلص واحده. دي من الحاجات اللي بتضايقني جدا قدامك انت كمتفرج. انت قاعد هتموت على الهجمه. اللعيبه وال 18 في ناس قراراتها الفرديه اول مره ان انا العبها لنفسي زي تريزيجيه. جراديشار ما بيبقاش موفق قوي. فعايز اقول لك ان احنا بنبقى ضاغطين، لكن ما عندناش التركيز مع بعض ان احنا نخلص على الجون واحده. دخلنا الزمالك في الجيم زي ما قلت لك. ابراهيم كان ياسر ابراهيم كان كويس جدا. اما الزمالك دخل في الجيم، الماتش ابتدينا نلعب بعض. يعني ابتدينا احنا من الزمالك خلاص بنلعب مع بعض، وضغط الاهلي ما كانش كبير. يعني الاهلي ما عملش الضغط اللي قعد فترات كبيره في الماتش ده، لان الزمالك كان متماسك. ما عملناش ضغط شرس قوي. الزمالك برده كان متماسك، واقف على رجله، طلع ومسك كوره، لعبنا بعض. الدقيقه 32 كان في كوره كده دربكه اللي لمست في اليد من الاخر، واتلعبت ضربه ثابته وما استغلناهاش برده بتاعت زيزو لما حطها. ممكن نعتبرها فرصه. بقول لك بتبقى اللعيبه على ال 18 فيها حاله من حالات الدربكه، ما اعرفش بتخبط في رجلك وتجري منك وتحاول توقفها، تخش تعمل اشتراك مع حد وتقعد يا دوب تلحقها برجلك. اللعيبه في الحته دي يا جماعه شغل دماغك اكتر من جسمك. في الفتره دي، في المواقف دي، الفريق اللي قدامك هو متدربك اكتر منك، لان هو في موقف دفاع، فهو متدربك اكتر منك. شغل دماغك بس في الاجزاء دي. في نفس الكوره اللي عملها زيزو من الضربه الثابته، عشان كانت